الله وبركاته. معلش اسمحوا لي، أنا وفاء صديقة اتعرفت عليها في الميدان، في الثورات. نزلنا ضربنا واتضربنا. كان ليها دور بطولي. مدام وفاء كانت المنصات بتعملها والإخوان بيهدوها تاني يوم بالليل وترجع تبنيها تاني ونرجع تاني. وقفت وقفة، وكان طبعا فنان عمرو مصطفى ومدام نشوى، أنا مش عارفة موجودة ولا لأ، كان ليهم قوة ضد الإخوان، كانوا راهبين الإخوان. أنا كنت بسمع إن هم روحوا لهم على المنصة جيبوهم، وكنت بروح ألحقهم. فأنا بشكرها، ورغم أحزانها ورغم إن هي فقدت ابنها الشهر اللي فات جاية تشارك وتقول نعم للسيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا جاية في وسط كوكبة كبيرة، سياسيين وفنانين. أنا جاية هنا بتكلم بصوت الشعب المصري البسيط. أنا مصرية ملياش أي انتماءات سياسية. عشت حتى عمري كله أغلبه برا مصر، ما عشتش في مصر. يعني لا أنا منتفعة بالنظام ولا عملت فلوسي من مصر ولا عملت حاجة. كل الحكاية إن أنا واحدة مصرية. صعب عليا بلدي. مصر تعرضت لكافة أنواع المؤامرات من كل الدول، تكاتل عليها كل الأعداء اللي في الداخل واللي في الخارج، وربنا وحده وبإرادة الشعب المصري قدرنا إن احنا نقف ونقول لا، مصر لا، احنا هنموت مستعدين نبقى بدل ما نبقى 90 مليون نبقى 40 مليون ونكمل وولادنا يكملوا. أنا سيدة أعمال، ماليش أي حاجة خالص في السياسة، سبت كل ده وتفرغت إن أنا أحمي بلدي. واتعرفت على الأستاذة غادة في المظاهرات، أغلب اللي عرفتهم مظاهرات. فنانين كلهم كنت بشوفهم في التلفزيون، شفتهم جنبي في المظاهرات. كنا بنبني زي ما غادة بتقول المنصة، التاني يوم كان يبعتوا لنا ناس يهدوها والناس يضربونا وناس، واسماءنا طبعا كان مكتوبه. يعني ان احنا لو ثوره 30 يونيو دي كانت فشلت كنا احنا من الناس اللي هتتعلق على المنشانق. ببساطه شديده انا عايزه اقول لكم ليه السيسي، ليه المشير السيسي. المشير السيسي هو الانسان الوحيد اللي قدر يعمل تعبئه عامه خلال 48 ساعه. احنا بقالنا 3 سنين في الشارع نخبط على البيوت عشان ننزل الناس، نتحايل عليهم يقول لهم انزلوا الحقوا مصر. هو بكلمة واحدة قال انزلوا فوضوني، مصر كلها كانت في الشارع. يعني الثقة كلها الشعب المصري حطها في هذا الشخص وفي هذا الإنسان. وهو طبعا ما تأخرش عننا وحمانا قبل ما نفوضه. أثناء الثورة كان واقف معانا، وكنا عارفين ان احنا لما نقول انزل يا سيسي هينزل هو وجيشه يحمي الشعب المصري، وهو ده اللي حصل. عشان كده احنا النهارده جايين لدولة الامارات الشقيقة اللي هي وقفت جنب الشعب المصري. طبعا هي دولة بتقف جنب الحكومات، لكن انا بتكلم بصفتي مصرية وبتكلم بصفة الشعب المصري. هم لم يخذلوا الشعب المصري على مر كل الرؤساء والحكومات اللي مرت عليها، فهم دعمهم الاساسي للشعب مش لحكومات ومش لاشخاص. فاحنا من هنا بنشكرهم كلهم، طبعا نشكر دعمهم الدائم لينا. وعايزين نقول كلمة واحدة بس، نهتف كلنا للمشير السيسي ونقول له ان هو ان شاء الله هيبقى رئيس مصر. يلا يا مصري وقولها قوية، يلا يا مصري وقولها قوية، سيسي رئيس الجمهورية. تحيا مصر وكل سنة وانتم طيبين.